السلام عليكم. اجي اختي نوجدوا واحد الحريشه خفه نزربن وكتجي من اروع ما يكون. هنايا البنات عندي السميده، كما كتشوفوا، ملعقه صغيره من العسل، تم عندي قليل من الملح كيبقى على حسب الذوق د اي واحد. وهنايا غادي نزيد خميره الحلويات البنات، عندي هنايا ملعقه صغيره مع مراشي، يعني نصف ملعقه صغيره، قليل من الخميره ديال اللي كنعجنوا بها الخبز، وزيت الزيتون والزبده. هنا كنخلط النواشف مع بعضياتهم كما كتشوفوا، كنبسبسها مزيان بهذا الزيت، بهذا الزبده والزيت كما كتشوفوا. كنخلط ديك الحبيبات ديال خميره الحلويات اللي كيضربوا في يدي. درت كلشي وخلطت كلشي كما كتشوفوا معايا، كتجي ساهله وكتجي من اروع ما يكون. هنايا البنات زيدت واحد شويه ديال الزيت ديال الزيتون كما كتشوفوا معايا، كنخلطها مزيان. وهنايا درت قليل من الماء دافي، داكشي كيبقى على حسب. هنا درت انايا 2 كيسان ونص ديال، ماشي كيسان ديال العنبه ديال اتاي، داك اللي كبارين شويه اللي ديال المناضه كما كنقولوا، كبيرين شويه على الكيسان ديال العنبه. هنايا كنخلط مزيان. هنا راه ما كنخلطش بالكف، كنخلط غير بالاصابع ديال يدي كما شفتوا معايا. وهنا البنات كنشوف داك الاناء اللي غادي ندخلو في الفران كما كتشوفوا، كندهنوا بالزبده مزيان كما كتشوفوا معايا على هذه الطريقه هذه. وكندير له قليل من السميد، انا درت السميده شويه بالزايد باش ما تلصقليش. وهنا البنات عندي هنايا السميده الصفراء والسميده البيضاء مخلطين مع بعضياتهم. كنشبر داك الخليط ديال السميد على هذه الطريقه هذه، وكنسطحو على الاناء اللي غندخلو للفران كما كتشوفوا. وهنايا البنات شبرت يدي، واما كدير له الزيت واما كدير له الماء. انا درت له الماء كما كتشوفوا، حيت ما غنزيد ندير فوق منها حتى شي حاجه، يعني غنخليها هكا. كاين اللي كيدير لها، انا بيدي كنت كنزيد ندير لها الزبده من الفوق والزيت، خليتها هكاك ما درت لها حتى شي حاجه. درت لها غير السميد بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، وكنسطحها مزيان، كنخليها حتى يعني كنسويها هكا كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. هنايا البنات الفران راه عندي كيحمى، يعني كيسخن، ودخلتها في الفران مشعل من فوق ومن تحت، يعني على ماكسي، يعني على اقصى درجه الحراره ديالو، حتى عندي ايتيما، ديك الفران ديال ايتيما داك البويض. يعني الحرشه خصها كنتي داخله الفران، خص يكون الفران حامي باش ما كتيبسلكش. هنا البنات ندير واحد الكويز ديال اتاي كما كتشوفوا، غنديرو معشب، يعني كلشي كيبقى على حسب الرغبه د اي واحد. واللي عندك في الدار، اللي عندك فليو، الزعتر، القرفه، القرنفل، يعني داكشي اللي عندك متواجد في الدار كديرو. هنا البنات انا كندير هذا الاتاي هذا الريحان اللي كيكون عندي، ما كانش عندي كندير 4 في 11. هنا شللت اتاي، درت السكر بحسب الماء. وهنايا هاد الاعشاب اللي عندي انا كما كتشوفوا عندي هنايا، هذا ملي كنديرهم وتتشحر اتاي وزدت معاهم الشيبه، تتشحر اتاي مزيان. وحيت انا اتاي كيعجبني يكون مشحر، وعاد زدت شي حاجه ديال الشيبه. هنا البنات راه طابت الحرشه، وقلبت عليها واحد داك الطبسيل كما كتشوفوا معايا، باش ديك البواخ كيرجع فيها وكتزيد دهشاش. هنا البنات طابت، جات على الطريقه هذه، جات ولا اروع والله الا جات غزاله. ويعني بين كل شيء يمكن شي 20 دقيقه هيدا، والله الا بين الطياب ديالها وبين يعني التعديل ديالها كل هذا شي 20 دقيقه. كتجي كيف كما كتشوفوا، يعني مهسه، كتجي يعني كتذوب هيدا. ومن الاحسن مادام يديرها شي غليظه وما يديرها شي رقيقه. الا درتيها رقيقه غادي تجي قاصحه، ولا درتيها غليظه غتجي غليظه كما كتعرف. البنات كنكب معكم اتاي، انا اتاي كما قلت لكم كيعجبني يكون مشحر. انا شاركت معكم هذه الطريقه ديال الحرشه، حيت الحرشه كتجي غزاله، يعني الا جربتوها غادي تشوفوها. واتاي انا كما قلت لكم كيعجبني مشحر جا هيداك يعني، ومعشب كيجي مزيون. وكنتمنى البنات الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وديروا هذه الطريقه ديال الحرشه هيدا. انا الاكثريه كنديرها في المقله، دابا ملي جربت هذه الطريقه كنديرها ديما في المقله ولا كنديرها في الفران. ديروا هذه الطريقه هذه عجبتني، يعني دغيا كتوجد وكتخشيها في الفران وكتمشي، يعني كدوز 10 دقائق.